من مئات السنين البشر خلصوا على موارد الأرض الطبيعية، وده خلى المجتمع ينهار في فوضى وحروب. أحسن علماء في العالم خدوا مهمة إنهم ينقذوا اللي فاضل من الحضارة، وخلقوا زهور أوركيد معدلة جينياً بقت هي مصدر الطاقة الجديد. لكن البشر برضو كانوا لسه بيتخانقوا عشان اختلافاتهم، فالعلماء كمان اخترعوا التحول. ولما الواحد بيتم 16 سنة بيعدي على عملية بتغير حياته وبتحوله لأفضل نسخة ممكنة من نفسه. الناس دول اتسموا الجميلين، ولأنهم مثاليين ومبسوطين وعايشين في المدينة الصراعات بقت مش موجودة. أما الناس اللي لسه ما عملوش العملية فبيتقال عليهم البشعين، وعايشين في سكن اسمه قرية البشعين. تالي مش قادرة تستنى علشان تبقى جميلة، وطول الوقت بتستعمل ابليكيشن على المراية عشان تشوف شكلها هيبقى عامل ازاي بعد العملية. صاحبها المقرب بيريس وهم بقالهم بينادوا بعض خشم وحوالة من وهم صغيرين. ساعات بيروحوا الكوبري وقت الحظر وبيستعملوا نظارات مخصوص عشان يتفرجوا على الجميلين وهم بيحتفلوا في المدينة. تاني فاضل لها 3 شهور وتتم 16 سنة، بس بيريس أكبر منها وهيعمل العملية بكرة. عندهم جروح متشابهة في إيديهم، ووعدوا بعض إنهم مش هيسيبوا الدكاترة وبيمسحوها لما يتحولوا الجميلين. وساعتها طيارة مراقبة عدت فجريوا راجعين للسكن. تاني يوم في التجمع تالي سمع الطلبة تانيين بيتكلموا عن الضباب، وهو مكان سري برا المدينة بيقودوا واحد اسمه ديفيد، وبيقولوا إن في ناس كتير بيهربوا من المدينة وبيستخبوا هناك، بس أغلب الطلبة مش بيصدقوا إن حقيقي. فجأة هولوجرام للمحافظة ظهر وأدت كلمة عن أهمية إنك تبقى جميل ومثالي. بعدين كل اللي تموا 16 اتنادوا، وتالي ودعت بيريز وقالت له يقابلها على الكوبري كمان شهر. في الليل تالي اتفرجت على الألعاب النارية فوق المدينة، وافتكرت اليوم اللي قابلت فيه بيريز. وقتها أهلها كانوا لسه سايبينها في السكن، وبيريز كان وراها في الطابور. اتبادلوا الألقاب بسرعة واتفاهموا، ومن ساعتها بقوا أعز أصحاب. يوم من الأيام بيريز جرح إيده بالغلط وهو بياخد منها قرص، فهي عملت نفس الجرح علشان يوعدوا بعض إنهم يفضلوا أصحاب على طول. الأيام عدت وتالي فضلت ماشية على روتينها، بتحضر الحصص وبتبص على نفسها في المراية، وكمان كانت دايما بتراجع خاتم التواصل، بس مفيش ولا رسالة من بيريز. بعد شهر تالي استعملت الخاتم عشان تفتح الشباك وسابته وراها علشان في جهاز تتبع. سرحت ومشيت في السر لحد ما وصلت للكوبري. بيريز ما كانش جه، ولما بدأت تقلق استخدمت حبل عشان تتسلق الكوبري ومشيت تحته بطريقة خطيرة لحد ما وصلت للمدينة. استخبت ورا الزرع، بس واحد من الناس اللي بيحتفلوا وقع منه قناع. تالي أخدته ولبسته. القناع شغل هولوجرام على جسمها، لها باين إنها لابسة فستان شيك. دلوقتي تالي قدرت تدخل الحفلة وكانت مبهورة بكل الزينة اللي حواليها، وفي الآخر لقت بيريس اللي شكله كان متغير تماماً ومعرفهاش. تالي شالت القناع وسألته ليه ما جاش الكوبري، فبيريس شرح إن كل حاجة اختلفت دلوقتي وإنه مش عارف إزاي يقدر يرتبط بيها تاني. تالي ما قدرتش تصدق اللي سمعاه، ولما لاحظت إن الندبة اختفت فهمت قد إيه هو اتغير فعلاً. وفي اللحظة دي نظام الأمان كشف وجودها، وتالي اضطرت تجري تهرب من الحراس اللي جايين. اتزنقت في بلكونة فسرقت جاكيت بنجي ونطت. الوقعة كانت طويلة، بس الجاكيت خلاها ترتد وتهبط بهدوء قريب من المكان. بعد كده تالي جريت بره المدينة وطلعت تاني تحت الكوبري. وهي ماشية رجلها ضربت في حجر وقع في المية، فدرون لقطها وقرب علشان يقبض عليها. فجأة زميلتها شاي ظهرت وخلت تالي تركب البورد باير معاها عشان يهربوا. الدرون حاول يطاردهم، بس شاي كانت بتسوق بسرعة مجنونة وعملت لفات كتير في الغابة لحد ما قدروا يضيعوه. كتقدير منها تالي دخلت المطبخ وسرقت شوية سناكس، والبنات قربوا من بعض واتكلموا عن تجربتهم وإنه قد إيه صعب إن كل أصحابك يتموا 16 قبلك، واكتشفوا إن عيد ميلادهم في نفس اليوم واتبسطوا إنهم أخيراً هيبقوا جميلين مع بعض. تاني يوم شاي جابت بورد تاني وحاولت تعلم تالي إزاي تستخدمه، بس تالي وقعت على طول. في المدرسة تالي اتفاجئت لما شافت بنات بيرجعوا كتاب لشاي، لأن الكتب مش موجودة أساساً دلوقتي. البنات انبهروا بوصف الكتاب عن النجاة في الطبيعة واتسألوا إذا كان ده هو نفس اللي في السموك. تالي استعرت الكتاب والبنات قالوا عليها جامدة عشان المغامرة اللي عملتها امبارح، وده ضايقها لأنها عرفت إن شاي قالت لحد. كانت خايفة يعاقبوها بحرمانها من العملية، بس شاي طمنتها وقالت لها إن النظام بيحول كل الناس لجميلين. الأيام عدت وتالي كانت بتقرأ الكتاب بس لسه بتحلم بالعملية. شاي فضلت تعلمها البورد، وفي المقابل تالي كانت بتهكب خاتمها علشان تجيب أكل زيادة. تالي كمان ورت شاي تصاميمها على الابليكيشن، بس شاي ما عندهاش حساب وكمان مش متحمسة للعملية خالص. وفي الآخر تالي اتعلمت تطير كويس وابتدوا يستخدموا البوردات على رمبات مجنونة علشان ينبسطوا. ولما تالي رجعت الكتاب لشاي
قالت لها إنها تتمنى تزور الطبيعة الجميلة اللي في الكتاب، وشاي ردت إنه مش هيبقى سيء لو ما عملوش العملية، بس تالي قالت لها إن الكلام ده جنون. فجأة شاي جابت سيرة السموك وخدتها على طرف الغابة، سابوا خواتمهم على الفروع وعدوا الحدود وهم راكبين البورد فوق النهر. في الآخر وصلوا لأطلال مدينة قديمة، وشاي ورت تالي حاجات زمنية زي الأفوانيات. وبعدين شاي ودتها المبنى مهجور، ورتها الصدمة السموك حقيقي وديفيد هيجي قريب. شاي رافضة تعمل العملية وقررت إنها هتمشي النهاردة وعاوزة تالي تيجي معاها، بس تالي رفضت وقالت لها إنها مش عاوزة حرية، هي عاوزة تبقى جميلة. شاي زعلت واديتها تعليمات علشان توصل للسموك لو غيرت رأيها، وحضنتها قبل ما تركب البورد وتروح ناحية نار ديفيد في مبنى تاني. تاني يوم كان عيد ميلاد تالي، فراحت العيادة علشان تعمل العملية، بس نادوا على الكل ما عداها. بعدين حارس خانها في طيارة علشان تقابل الدكتورة كابل اللي قالتها إن شاي اختفت. تالي أنكرت، لكن كابل كانت شايفة الإشارات الحيوية على الشاشة اللي بتبين إنها بتكتب. كابل قالت لها إن شايفة خطر، وديفيد غسل مخها، وده معروف إنه بيحبس الناس بالعافية. ولما تالي فضلت تقول إنها ما تعرفش حاجة، كابل رجعتها للسكن من غير ما تعمل العملية. في نفس الليلة تالي سمعت صوت واتفاجئت لما بيرس ظهر عند الشباك. حكته اللي حصل، وهو قال لها إنها لازم تقول كل حاجة لكابل عشان أخيرا يبقوا مع بعض. تاني يوم رجعوها لكابل اللي قالت لها إن ديفيد بيطور سلاح علشان يهاجم المدينة وهي محتاجة تتسلل للسموك. تالي وافقت، وكابل وعدتها إنها لو نجحت هتعملها العملية. كمان اديتها عقد بينور في عينيها ولازم تفعله لما تلاقي مكان السلاح. بعد كده تالي تبعت تعليمات شاي وركبت البورد على الأفوانية القديمة لمسافة كذا ميل، وفي الآخر وقعت في حفرة في الغابة بس اتلقطت بحقل طاقة. هناك لقيت سكك حديد قديمة وكان لازم تمشي عليها علشان توصل للسموك. خلال الأيام اللي بعدها تالي عاشت في البرية زي ما قرت في الكتاب، وبدأت تحب الطبيعة بطريقة ما حصلتش قبل كده. كمان طلع الجبل في فجوة كبيرة في نص الهوا، فتالي بتقف تاني على الهوفر بورد وبتعمل نطة كبيرة، بس النطة دي بتفصل البورد. تالي بتبدأ تقع بسرعة جدا، لكن قبل ما تخبط في الأرض البورد بيشتغل تاني وبتوصل للناحية التانية من الهوا. دلوقتي لازم تستنى في حقل ورد زي ما التعليمات قالت. في الوقت ده كيبل بتاخد باريس لمكتبها وبتكشف له انه زار اوضتها في السكن بليل لانه هي اللي طلبت منه كده. باريس بيعترف انه حس براحه وهو في المدينه وكانه دماغه بقت صافيه لاول مره من مده. بعدين كيبل بتعلن ان ناس معينه تم اختيارهم علشان يدخلوا عمليه جديده، وباريس بيوافق يدخل جهاز الجراحه علشان يعمل تحسينات في جسمه. بالليل تالي بتصحى وهي بتكح من الدخان، بتكتشف ان الحقل ولع ومش عارفه تعمل ايه، بس فجاه حد غريب بيشيلها وبيبعدها من المكان. ده ديفيد، وبيبدأ يفحص تالي وحاجتها يدور على أي جهاز تتبع. بيلاقي واحد جوه الهوفر بورد وبيشيله، بس جهازه ما بيعملش رد فعل ناحية العقد اللي لابسته. في نفس الوقت رجالة كيبل بيوصلهم تنبيه إن الجهاز اتشال، فبتبعت ناس يدوروا في المنطقة. الصبح ديفيد وتالي بيوصلوا لنقطة تبع السموك، وهناك تالي بتتجمع مع صاحبتها من تاني. شاي بتكون فرحانة جدا إنها شافتها، لكن كوروي شاكك فيها. المجموعة بتخيم بالليل والشاي بتسألها عن العقد، فتالي بتكذب وبتقول إنه هدية من باريس. تالي بتتفاجئ إن شاي فرحانة بعد اللي كيبل قالت عليه، وبتحاول تعبر لها عن قلقها. فشاي تفتكر إن تالي جاية تقنعها ترجع، وبيبدأ بينهم خناق، بس في الآخر تالي بتقول إنها هتدي للسموك فرصة. تاني يوم تالي تعرف إن السموك بيولع النار عن قصد علشان يحرقوا الأوركيد، علشان الزهور دي سامة وبتبوظ أي أرض اتزرعت فيها. تالي مش بتصدق وبتقول إن الأوركيد كان حل للطاقة النظيفة، بس ديفيد بيشرح إن ده كذب حكومي وإن الزهور دي بتحول الكوكب لصحراء. هو عايز ياخد تالي معاه في مهمة علشان يثبت لها، وكروي بيعترض لكن شاي بتدافع عنها. المجموعة معاهم هليكوبتر قديمة أصلحوها باستخدام ألواح شمسية وبيطلعوا بيها رحلة. تالي بتشوف الأراضي اللي كانت مزروعة بالأوركيد دلوقتي ما بقاش فيها غير رمل وصحراء. بفلام ثرور شاي بتحرق أكبر قدر من الأوركيد. فجأة تابلت كروي بيلقط إشارة إن في ناس جاية، فديفيد بينزل بالهليكوبتر وسط الدخان علشان يستخبوا. الحركة بتفك الحبل اللي ماسك شاي فبتقع. رجالة كيبل بيقربوا، فتالي تربط شنطة في آخر الحبل علشان يوزنه وترميه قبل ما تنزل عليه. الهليكوبتر بتبدأ تفتت توازنها، وتالي بتدور وسط النار تدور على شاي. لحسن الحظ بتلاقيها، ولما واحد من الكشافة بيحاول يقرب تالي بتاخد الشنطة المولعة وترميها عليه. بعد كده البنات بيتمسكوا بالحبل والهليكوبتر بتطير قبل ما الكشاف يوصل ليهم. لما بيوصلوا للأرض كوروي بيقول إن الكشافة ما كانوش يقدروا يلاقوهم غير لو تالي كانت السبب، بس شاي بتدافع عنها، وديفيد بيقول
أي حد بيعرض حياته للخطر علشان سموك يستاهل فرصة. المجموعة بتخيم، لكن تالي مش عارفة تنام لأنها بتفكر في كيبل وإزاي علمتها تتلاعب بالطوار. بتخرج تتمشى وبتلاقي ديفيد بيستحمى في النهر، فبترجع الخيمة محرجة. تاني يوم بيغموها وياخدوها لمكان الدخان الحقيقي، مجتمع كامل عايش في الطبيعة. تالي بتحس إن الحياة أصعب من المدينة، بس بتعترف إن الأكل له طعم أحسن لما تزرعه بإيدك. حتى الكبار في السن بيشتغلوا ومفيش فلوس، كل حاجة بتتشارك أو بتتبدل، والأهم إن الناس موجودة بإرادتها. خطوط القطر بيتعاد استخدامها كأدوات، ومفيش أسلحة لأنهم مسالمين. في يوم تالي بتلاقي باب غريب وتحاول تبص جوه، بس كرو يمسكها ويطردها. تالي بتبدأ تساعد بأدوات السكة الحديد، وبتدوق أكل حراق لأول مرة، وبتشاركهم الرقص حوالين النار. بعد شوية ديفيد بيعلمها تستخدم قوس صيد، وبيستمتعوا بوقتهم. بعد محاولات بتسيب الهدف. في السكة راجعين ديفيد بيقول لها إنه اتولد في البرية وما شافش المدينة، وتالي بتتصدم لأنها بالكاد عرفت أهلها. بعدين بيديها جوانتي هدية. وقتها عضو من سموك بيرجع من مهمة حرق الزهور وهو مصاب، وبيقول إن الكشافة لسه بيطاردوهم وإنهم أسرع وأقوى. بعدين شاي بتشوف الجوانتي على بالي وبتقول لها إن ده معناه كبير، لأن ديفيد صنعه بنفسه ومعناه إنه بيحبها. شاي بتطلب منها تختار وما تلعبش بمشاعرهم. في نزهة تانية تالي بتقول لديفيد إنها سمعت عن سلاح لتدمير المدينة، فبياخدها البيت بعيد عن المعسكر. هناك بتقابل أهله آز ومادي اللي بيخبوا الكتب، كانوا جراحين تجميل مع الحكومة وابتدوا يشكوا في بعض الاختبارات. بيكتشفوا إن التغييرات الجسدية كانت غطى عشان يهبوا إنهم بيغيروا مخ الناس، إنك تبقى جميل يعني تبقى غبي وبطيء وتحس بسعادة مزيفة عشان الدولة تتحكم فيك. العملية كمان قتلت ناس كتير وكانوا مخبيين ده. ولما كيبل عرفت إنهم عارفين الحقيقة سرقت أبحاثهم. الناس اللي بتشتغل في الدولة زي الدكاترة كانوا بياخدوا علاج يخليهم يفكروا طبيعي، فقرروا يهربوا للغابة ويكبروا بشكل طبيعي. بيحاولوا يعملوا العلاج من تاني، بس في مركب صناعي ناقص، فعندهم بس المصل الأساسي، وده اللي الناس مسميه السلاح. بعد اللقاء تالي بترمي العقد في النار وبتقرر تفضل مع سموك. بتحاول تقول لديفيد إنها عملت حاجات وحشة، بس هو مش بيهتم، وبيقول لها إنها شخص جديد دلوقتي وبيحضنها ويبوسها. لكن في النار العقد بيولع شرارة. الصبح طيارات المدينة بتهجم على السموك وبيبدأوا يضربوا نار. الكل بيهرب والكشافة بيجروا وراهم، لكن بيقعوا في الفخاخ زي الشبك والخشب. للأسف مش كفاية وقفوهم وبيبدأوا يقبضوا على الكل ومنهم شاي. تالي بتستخبى مع ديفيد اللي عايز يخرج يساعد، بس هي بتمنعه لأنهم أقوى منه. يتسللوا لمكان التجميع وبتصدم تالي لما تكتشف إن باريس بقى كشاف. آز ومادي بيتقبض عليهم، وكيبل بتوصل وبتطلب يعرفوا مكان ديفيد. بيرفضوا، فكيبل بتأمر باريس يقتل آز. ديفيد وتالي بيخرجوا يلاقفوه، بس بيكون فات الأوان. كيبل بتقول للناس إن تالي كانت شغالة معاها وكل السموك بيكرهوها. وقت ما الكل مشغول مادي بتحط المصل في جيب ديفيد. كيبل بتعلن إن الكل هيتعاملوا العملية، فتالي بتجري على المخزن وتولع فيه وبتاخد القوس وتهرب من الشباك. الجندي اللي بيحاول يدخل بيتفجر مع الانفجار اللي حصل، وده بيسمح لديفيد يهرب. جندي بيجري ورا ديفيد بس تاني بتصيده بسهم. باريس عايز يلحق، بس كيبل بتعلن إنهم هيمشوا. الكشافة بيدمروا أبحاث مادي وبيولعوا في المكان، والباقي يحشروا الأسرى في الطيارات. بعد ما مشوا ديفيد بيلم شوية حاجات لإنقاذهم. تالي بتحاول تقرب له، لكنه بيهاجمها بسكينة وبيوقف نفسه في آخر لحظة. هي عايزة تساعده، بس هو بيقول إنه مش واثق فيها، فبتقوله إنه محتاجها عشان عمره ما راح المدينة. بعدين في المدينة تالي بتروح لطلبة قروا كتاب شاي وبتعرفهم على ديفيد كدليل على إن السموك حقيقي. تالي بتستعير خاتم التحكم منهم وبتطلب يجمعوا شباب كتير عشان يعملوا تشتيت. بعد شوية مراهقين بيكتبوا السموك عايش في السما بالهوفر بوردز. في نفس الوقت ديفيد وتالي بيستنوا الطيارة تطلع من العيادة وبيخترقوها بالهوفر بورد. بينزلوا بسلام بفضل سترات البنشي وبيتسللوا، وتالي بتستخدم الخاتم تفتح باب، بس يطلع ده مش مطبخ والجهاز مش شغال. فجأة الباب بيتفتح وجميل بيهجم وديفيد بيتخانق معاه. بعد شوية ديفيد بيغلبه وتالي تاخد خاتمه وتقفله جوه. الإنذار بيشتغل وبيلاقوا الزنزانة وبيفتحوا كل الناس. تالي بتلاحظ إن شاي مش موجودة، وكوروي بيقول إنها اتعمل لها العملية خلاص. الباقي بيهرب وديفيد تالي ومادي بيدوروا على شاي،
بس بيوصلوا متأخرين. شاي بقت جميلة، تالي بتعيط وبتعتذر، بس شاي بتقول إنها بتحب كده. كيبل وبيرس بيوصلوا وبيجبروهم يدخلوا الأجهزة عشان العملية بتبدأ، لكن قبل ما الإبر تشتغل طيارة السموك بتظهر وكوروي بيولع بالنار. كيبل وبيرس بيهربوا والآلات بتبوظ. التلاتة بيخرجوا وتالي بتاخد شاي ومادي بتاخد المركب. بيطلعوا فوق وبيلاقوا بيرس وتالي بتحاول تفكره بالأيام القديمة وبالندبة اللي رجعت له. بيرس بيلمس وشها وديفيد يفتكرها ضربها وبيهجم عليه. بيرس بيكون أقوى وبيضرب ديفيد جامد، وقبل ما يقتله تالي تستخدم الهوفر بورد وتخبطه فيقع من فوق. بيرس بيتمسك لحظة وبيقول اسم دلعها وبعدين يقع في شلال. بعد كده بيهربوا على الهوفر بورد وبيشوفوا الشباب بيفجروا الدرونز في السماء. بيستخبوا في مدينة مهجورة ومادي بتاخد المصل من جيب ديفيد وتكمله، بس مش متأكدة لو هيشتغل ولا لأ أو هيبوظ المخ. شاي مش عايزة تاخده ومش عايزين يجبروا حد. تالي تتطوع تكون أول واحدة تجربه. هتسلم نفسها ويعملوا العملية وبعد كده تاخد المصل وتسيب علامة لو اشتغل. الطيارات وكيبل جايين، فبعد وداع أخير المجموعة بتهرب وتالي بتسيبهم يقبضوا عليها. بعد وقت تالي بقت جميلة مثالية، عايشة في شقة فخمة، بتقسم إنها بتحب كده، بس النكبة في إيدها بتكشف إنها لسه نفسها وإنها جاية كجاسوسة للسموك. الفيلم ده من إنتاج سنة 2024 ودي نهايته، يعني في جزء ثاني.